طيب اليوم حناخد الدرس السادس، المجموعة الخالية والمجموعة الأحادية. طيب عشان نفهم يعني شنو مجموعة خالية يعني شنو مجموعة أحادية، ناخد الأمثلة اللي موجودة عندنا هنا. طيب مجموعة طلاب جامعة وادي النيل الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. طيب هل في جامعة طلابة أعمارهم أقل من 5 سنوات؟ هل في جامعة طالب بيدخل عمره أقل من 5 سنوات؟ لا، مستحيل يعني مع المجموعة دي ما عندنا طالب، فحتكون شنو؟ مستحيل إنه يدخل عندنا طالب عمره أقل من 5 سنوات. فهنا المجموعة دي معناها شنو؟ معناها مجموعة خالية ما فيها ولا طالب عمره أقل من 7 سنوات. طيب مجموعة الأعداد الزوجية بين 5 و6. طيب 5 و6 هل في بينهم عدد زوجي؟ لا، ما في بينهم عدد زوجي، يبقى المجموعة دي شنو؟ خالية، ما في عدد زوجي خالص، فحقول عليها دي مجموعة خالية. مجموعة المربعات ذوات الأضلاع الثلاث. طيب ده المربع حقنا. طيب هل في مربع فيه 3 أضلاع؟ لا، المربع فيه كم ضلع؟ فيه 4 أضلاع. يبقى هل عندنا مربع فيه 3 أضلاع؟ لا خالص، يعني مستحيل نلقى مربع فيه 3 أضلاع، فدي حتكون شنو؟ خالية. أوكي، فهنا عندنا المجموعات اللي ما فيها ولا شيء، فاضية، دي بنسميها مجموعة خالية. بنسميها شنو؟ بنسميها مجموعة خالية. طيب المجموعة الخالية عندها رمز رياضيا. الرمز الأول اللي هو أعمل قوسين المجموعة ومن جواهم يكونوا فاضيين كده، ما فيهم ولا شيء، خاليين، قوسين المجموعة ومن جوا خاليات. أو كمان عندنا الرمز الثاني اللي هو بنقول عليه كده، وده بنقول عليه فاي، بننطق شنو؟ فاي. طيب قلنا المجموعة الخالية مجموعة ليس بها أي عنصر ونسميها مجموعة خالية. طيب كيف بنكتبها بالطريقة دي، نعمل لها الرمز اللي هم قوسين فاضيين، قوسين مجموعة فاضيين، أو نعمل بالرمز ده ونسميه رمز فاي. أوكي، طيب نمشي نشوف اللي بعدها. طيب مجموعة شهور السنة الهجرية التي تبدأ بحرف الصاد. طيب في شهر هجري يبدأ بحرف الصاد، اللي هو ده شهر شنو؟ ده شهر صفر. تمام، يبقى المجموعة دي فيها عنصر واحد اللي هو شهر صفر. أوكي حلو. طيب نمشي بعدها، مجموعة الأعداد الفردية الموجودة بين 4 و6. طيب بين 4 و6 موجود شنو؟ موجود 5. موجود 5 فقط، وال5 عدد فردي. أوكي، يبقى المجموعة الأولى عندنا فيها عنصر واحد فقط اللي هو شهر صفر، والمجموعة الثانية عندنا فيها عنصر واحد فقط اللي هو الرقم 5 اللي هو العدد فردي. أوكي، طيب دي بسميها مجموعة أحادية. مجموعة شنو؟ مجموعة أحادية. يعني شنو مجموعة أحادية؟ يعني بها عنصر واحد فقط، والمجموعة الأحادية بها عنصر واحد فقط، فعشان كده بقت أحادية. تمام؟ حلو. طيب نجي نشوف الملاحظات، نجي نركز إنه نتذكر نقول المجموعة الخالية هي مجموعة ليس بها أي عنصر. تمام؟ طيب عندنا شيء عاوزين نفرق بينه أو نميز بين شيئين. شنو الحاجتين اللي عاوزين نفرق بينهم؟ طيب نفرق بين أقواس المجموعة الخالية وبين لما يجي يقول لي يخط لي قوسين ويخط لي في النص بينهم صفر. طيب الفرق بينهم شنو؟ الفرق إنه القوسين الأوائل ديل أقواس مجموعة خالية. أوكي، لكن الثانية اللي هي قوس مجموعة وداخل العنصر صفر، دي بقول عليها مجموعة
أحادية. ليه مجموعة أحادية؟ لأنه داخلة صفر. داخلة شنو؟ صفر. والصفر ده كمان يعتبر عنصر، والصفر يعتبر عنصر باعتباره عنصر واحد، معناها المجموعة دي مجموعة أحادية. ودي بكل بساطة درس اليوم درس بسيط ما فيه معلومات يعني شيء كتير، ولا درس دسم، إنه عندنا مجموعة خالية وعندنا مجموعة أحادية. طيب المجموعة الخالية ليس بها أي عنصر، أوكي، وقلنا كيف بنكتبها؟ نعمل قوسين خاليين، أو نكتبه بالطريقة دي كده، يعني باي. تمام. قلنا نفرق بين قوسين المجموعة الخالية وقوسين وداخلهم عنصر صفر. قوسين المجموعة الخالية مجموعة خالية، أما إذا بقوا قوسين مجموعة وداخلهم العنصر صفر فهي تكون أحادية. ليه أحادية؟ لأنه الصفر يعتبر عنصر واحد. أوكي. طيب يلا نمشي لتمرين 5. تمرين 5 بيقول لنا ميز المجموعة الخالية والمجموعة غير الخالية والمجموعة الأحادية. طيب عاوزين نشوف وين المجموعة الخالية وين المجموعة غير الخالية وين المجموعة الأحادية. نبدأ بواحد، مجموعة الأعداد الزوجية التي لا تقبل القسمة على 2. طيب كيف أعداد زوجية ما تقبل القسمة على 2؟ نحن عارفين إنه كل الأعداد الزوجية تقبل القسمة على 2. طيب هل في عدد زوجي ما يقبل القسمة على 2؟ لا، ما في عدد زوجي ما يقبل القسمة على 2. يبقى دي خالية، دي حنقول عليها شنو؟ مجموعة خالية، دي خالية. طيب نمشي نشوف اللي بعدها، سين. المجموعة سين، حيث سين بلد عربي في قارة أمريكا. أمريكا أبدا ما فيها بلد عربي. البلدان العربية موجودة جزء منها في أفريقيا وجزء منها موجود في قارة آسيا. طيب هل أمريكا فيها بلد عربي؟ لا خالص ما فيها بلد عربي، معناها دي طوالي حتكون مجموعة خالية لأنه أمريكا ما فيها أي بلد عربي. طيب مجموعة أحرف كلمة نيالة، نجي نكتب المجموعة اللي فيها كلمة أحرف كلمة نيالة، اللي هي عندنا النون الياء وعندنا الألف وعندنا اللام وعندنا الألف مرة أخرى وما بنكرر الألف. طيب مجموعة كلمة نيالة هل هي مجموعة خالية؟ لا غير خالية. فيها كم عنصر؟ فيها 4 عناصر. يبقى دي المجموعة خالية؟ لا دي مجموعة غير خالية. ليه غير خالية؟ لأنه بها أكثر من عنصر، ولا مجموعة أحادية. طيب مجموعة الأعداد الفردية الموجودة بين 10 و12. طيب شنو العدد الموجود بين 10 و12؟ اللي هو العدد 11. طيب معناها المجموعة دي شنو؟ فيها عنصر واحد فقط اللي هو عنصر 11. يبقى حتكون مجموعة شنو؟ حتكون مجموعة أحادية. تمام؟ نمشي للبعدها، مجموعة الأنهار في السودان. طيب السودان عندنا فيه مجموعة من الأنهار. عندنا أول حاجة النهر الرئيسي واللي هو نهر النيل، لكن عندنا أنهر فرعية تانية أو بنقول عليها أنهر موسمية. عندنا مثلا نهر القاش، نهر الدندل، النيل الأزرق، النيل الأبيض، نهر عطبرة، عندنا نهر يعني بحر العرب. عندنا كمية من الأنهار في السودان. طيب دي هل فيها عنصر واحد فقط؟ لا. هل هي فاضية؟ هل هي ما عندنا ولا نهر في السودان؟ لا. طيب دي معناها مجموعة غير خالية. أوكي. طيب نمشي للسؤال اللي بعده، عين المجموعة الخالية. طيب قال لي المجموعة س تساوي س حيث س عمرها 5 سنوات. هل بالعقل والمنطق في بيكون عمرها 5 سنوات؟ لا مستحيل يكون في عمرها 5 سنوات، فدي طوالي حتكون مجموعة خالية لأنه مستحيل نلقى عمرها 5 سنوات. طيب نمشي للي بعده، مثلث المجموعة عين تساوي ب حيث ب مثلث مجموع قياسات زواياه 180. هل المثلث مجموع قياسات زواياه 180؟ لا، المثلث مجموع قياسات زواياه هل المثلث مجموع قياساته 200؟ لا، المثلث كم مجموع قياساته؟ 180 درجة. يبقى هل ممكن يكون عندنا مثلث مجموع قياساته 200؟ لا، يبقى دي مجموعة
خالية، لأنه المثلث مجموع قياساته 180. طيب نمشي للي بعدها آخر شيء، المجموعة ها تساوي س حيث س عدد أولي موجود بين 5 و7. طيب شنو الموجود بين 5 و7؟ الموجود بين 5 و7 اللي هو العدد 4. طيب هل 4 عدد أولي؟ لا، 4 عدد غير أولي. يبقى هل في أعداد أولية موجودة بين 5 و7؟ لا، ما في. معناها دي طوال مجموعة شنو؟ مجموعة خالية. تمام؟ إن شاء الله يكون الدرس واضح بالنسبة لكم.